مزيان بزاف. كان نفسي والله احط لهم اغاني مغربي بالفيديو شاهد انبهار الاعلام والصحافه المصريه والمنتخب المصري بالقطار المغربي الفائق السرعه البراق بعد وصولهم فيه من الرباط الى طنجة لمواجهه منتخب الغابون. شاهد ماذا قالوا. منتخب مصر الاولمبي قبل قليل الى طنجة عبر رحله مباشره من الرباط الى طنجة عبر القطار الفائق السرعه المغربي البراق، وذلك استعدادا لمواجهه منتخب الغابون غدا السبت، الامر الذي تسبب في جنون المنتخب المصري والاعلام المصري بهذا القطار الأول من نوعه في أفريقيا والمصنف من بين أسرع القطارات في العالم. قد علق أسطورة كرة القدم المصري أبو تريكة وأدلى بتصريحات لقناة بي إن سبورت الإخبارية القطرية منذ قليل وقال: المغرب لم يتقدم فقط في الرياضة بل تقدم في الصناعة وكل شيء، فقد شاهدنا جميعا كيف وصل المنتخب المصري اليوم إلى معسكره في مدينة طنجة عبر رحلة مباشرة من العاصمة الرباط عبر هذا القطار المغربي الفائق السرعة والمزود بأحدث التقنيات العالمية، والذي لا يوجد لحدود الآن قطار أسرع منه سواء في مصر أو الجزائر أو إفريقيا بشكل عام. فالمغرب أصبحت وحش إفريقيا في الصناعات والتقدم التكنولوجي، وأعتقد أن المغرب ستصبح خلال السنوات القليلة المقبلة واحدة من بين أقوى البلدان في أفريقيا من حيث النمو الاقتصادي والتطور المعماري وغيرها من الأمور. المغرب أصبحت محطة لشركات عالمية في الصناعات، ما سيجعل هذا البلد بوابة كبيرة نحو العالم، بينما نحن في مصر وباقي الدول العربية لازلنا نعاني من تأخر كبير في النمو الاقتصادي والصناعي رغم توفر الإمكانيات اللازمة، عكس المغرب الذي يفتقر إلى العديد من الإمكانيات كالنفط والبترول وغيرها، لكننا نرى أنه في تقدم مستمر وكبير. ولو توفرت المغرب على الإمكانيات التي تتوفر عليها مصر أو الجزائر أو غيرها من الدول العربية لأصبحت المغرب أعظم بلد في العالم من حيث الصناعة، ولأصبحت تنافس الصين وأمريكا. فأنا أدعو المسؤولين في الوطن العربي للتعلم والتخطيط بذكاء مثل المسؤولين المغاربة الذين يقودون بلدهم نحو النمو والازدهار.